مساء الخير، أنا حسين رياض حورس. أما بروفيشنال دوج ترينر اند دوج بيهيفيرست، وده بجيرة صاحبي وفرد من أسرتي. ما بيفارقنيش لحظة، وإن شاء الله عمره ما يفارقني. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا من كام يوم كده القانون الجديد اللي نزل بخصوص حيازة وحماية الحيوانات الأليفة، اللي بيتضمن بيان تابع لوزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اللي بتتضمن لستة لأنواع الكلاب الشرسة. طبعا أولا أنا بشكر صناع القرار إن هم هدفهم الأساسي أكيد طمأنة الرأي العام، بس في كام نقطة بس أنا حابب أوضحها علميا وبأبحاث وبريسيرشز كتيرة هنقولها في الفيديو ده تخص صناع القرار. اللي اتقال طبعا أو اتكتب في الليستة اللي هي بتتضمن تقريبا 17 نوع من الكلاب، زي الجيرمان شيبردز أو الراعي الألماني، الأمريكان أكيتا، الألاسكان مالاميوت أو الهاسكي، إن دي كلاب شرسة أو حيوانات شرسة ممنوع اقتنائها، أو زي ما الناس فاهمة. هو طبعا صناع القرار يوضحوا لنا أكتر إيه رأيهم في الموضوع ده، إن دي كلاب شرسة، وده عكس طبيعه الكلاب دي تماما. اي كلب في الدنيا لو اتمرن صح او لو اتربى صح او اتدرب صح طبيعي هيكون كلب كويس. واي كلب في الدنيا او اي مخلوق في الدنيا مش بس كلب، لو اتربى غلط اتحط تحت ستريس اكيد هيبين عدائيه. بس ساعه ما الكلاب دي بتبين عدائيه ما بتبينش عدائيه نابعه من غريزتهم اللي هي غريزه الحراسه. الكلاب دي تقريبا بعاد شويه عن غريزه الحراسه ما عدا الجيرمان شيبرد، وهو متوسط في كل الحاجات دي. لكن بقيه الكلاب دي كلاب ليها خصائص تانية ووظائف تانية اكيد هنقولها. وطبعا علشان برضه نتكلم كلام علمي، احنا عملنا دراسة بسيطة كده وهسيب لكم كل المصادر بتاع الفيديو ويلا نشرحها مع بعض. يعني مثلا في دراسة بعنوان breed difference in canine aggression، دي اتنشرت في مجلة applied animal behavior science. دي اتكلمت عن تحليل سلوك تقريبا 33 سلالة من الكلاب، قدروا يثبتوا فيها ان التربية اللي خدها الكلب والتدريبات اللي خدها الكلب والبيئة المحيطة بالكلب اهم بكتير قوي من نوع الكلب نفسه. ودي ممكن نرجع لها، هسيب لكم كل الريسورسز. في برضه دراسه ثانيه كانت مهمه جدا ودي كانت اكبر شويه، اتعملت باسم aggressive behavior in adopted dogs that passed a temperament test، ودي اتنشرت في مجله Journal of Veterinary Behavior. دي اتكلمت عن الكلاب العدوانيه اللي عدت باختبار معين لاختبارات الطاعه، وقدروا يطلعوها تبني لبيوت معينه، قدروا يثبتوا فيها ان البيئه المحيطه بالكلب، الذاكره اللي مر بيها الكلب، التدريبات اللي حصل عليها بالفترات اللي قبل الاختبار بتاعه، ده كان اهم بكتير قوي من نوع السلاله نفسها. وتعالوا برضه نتكلم عن اكتر كلب مشهور في العالم بشراسته وهو الكلب البيتبول. تعالوا نقول مثلا ان في دراسه علميه اتنشرت في مجله برضه ابلايد انيمال بيهيفير ساينس في الولايات المتحده الامريكيه سنه 2008، حللت سلوك 30,000 كلب في الولايات المتحده. هم لقوا ان الكلاب البيتبولز مش هي اكتر عدائيه من غيرها، بس الفكره ان الكلاب البيتبولز بتتعرض للعنف اكتر عشان شكلها القوي وقوتها العضليه. يعني الانسان هو اللي بيعنف الكلاب البيتبول، هو اللي بيعاملها بطريقه مش كويسه عشان شكلها ومظهرها اللي بيؤدي للقوه البدنيه بتاعتها، مش العكس. تعالي برضه نتكلم عن دراسه تانية اتنشرت في مجله جورنال اوف فورنزيك ساينس سنه 2012، ان مفيش دليل علمي قاطع بيدعم ادعاء ان البيتبولز تملك عقلية أكثر عدوانية من غيرها من الكلاب. يعني الدراسة دي أثبتوا فيها أن الكلاب البيتبول مش هي أبدا اللي بتملك عقلية أكثر عدوانية من كلاب تانية كتيرة قوي موجودة. طيب اتعملت في 256 حالة للهجوم على البشر من قبل الكلاب، ولدرجة عرفوا يثبتوا فيها أن الكلاب البيتبول الحمد لله ان هي ملهاش اعلى نسبة هجوم ولا حاجة خالص. فهنا ده اكبر دليل على ان السلالة ملهاش علاقة بهجوم الكلاب على البشر. تخيلوا ان في بلاد كتيرة بتحتفي بالكلاب دي وبتعتبرها رمز للوفاء، بيعملوا تماثيل وبيعملوا بيسووا، واحنا بنهين المعنى ده كله بقانون بلا معنى علمي واضح او دليل قاطع. حد يطلع يقول لنا انا عملت ريسيرش وبيقول ان الكلب الفلاني بيعمل كذا او الكلب الفلاني بيعمل كذا. للاسف اللي اصدر القرار ده هو فعلا ما قدرش يقرا عن الكلاب. اظن ان هو ما خدش وقته كفايه ان هو يراجع عن الكلاب، بس ما اظنش ان ينفع رمز الوفاء يتهان بالطريقه دي، ولا ان احنا نقول عليه حاجات مش فيه. اللي حط القانون او اللي كان بيفكر في القانون ما كانش قصدي ابدا ان هو يكتب حاجه مش علميه. زي ما بقول لحضراتكم احنا هنحط لكم كل المصادر بتاعتنا. انا بس عايز اوضح ان احنا مش ضد القانون ابدا، ولا ضد ان بلدنا تبقى احسن، ولا ضد ان انا جاري اللي بيخاف من الكلاب ما ضايقوش. هي بس الفكره كلها ان احنا عايزين نمشي كلنا في نفس المسار، عايزين كلنا نمشي مع بعض بنحترم بعض، وده اللي احنا بنحاول نوصله. ان نوصل الماده العلميه الصحيحه لصناع القرار اللي زي ما قلنا في الاول هم اكيد اهم حاجه عندهم طمانه الراي العام
وان محدش يأذي حد نفسيا ولا جسديا. نحب نوضح ان احنا مش ضد التطوير ولا ضد اي حد خالص، هي الفكره بس كلها ان احنا نفسنا الامور تمشي بطريقه علميه سليمه. مش معقول ابدا ابدا ان الكلب اللي رمز الوفاء زي هاتشيكو زي بالتو زي هيرو زي اسامي كتير هشرحها لكم دلوقتي ابدا فجاه يتقال عليه انه من اشرس الكائنات، فجاه يبقى مطالب مني ان انا اسلمه ومش عارف مصير صاحبي او كلبي يبقى ايه. طبعا كلنا شفنا قصه بالتو الكلب الهاسكي المشهور جدا اللي لسه معمول عليه فيلم، مشي للدواء فتره طويله جدا في وسط العواصف بتاعته كان هيموت، لمجرد انه وصل للدواء ولمجرد نسمع كلام مدربه علشان يوصل الدواء لقرية كاملة وانقاذها كاملة. تعالوا برضو نتكلم عن قصة رين ده كلب جيرمان شيبرد، ده طلع في السينما الصامتة. الكلب ده انقذ كتير قوي من البشر في الافلام اللي شارك فيها، وده بجد على فكرة، يعني حصل مشاكل في الافلام وهو انقذ البشر فيها. تعالوا برضو نتكلم عن هاتشيكو، طبعا كلنا عارفينه، القائمة مكتوب فيها الكلاب الاكيتا يا جماعة. تخيل انت الكلب الاكيتا اللي هو في اليابان هم عاملين رمز للوفاء، عاملين ده كلب استنى صاحبه قدام محطة القطر 10 سنين وما يقاسش ان هو يرجع مع ان صاحبه كان مات. بسبب القصة دي في اليابان هو معمول محطة قطر باسم الكلب، معمول تمثال من البرونز. فجأة احنا هنا في مصر بنقول ان ده من السلالات الشرسة او من المخلوقات الشرسة اللي ما ينفعش تتربى. طبعا كلنا عارفين قصة هاتشيكو. تعالوا برضه نتكلم على قصة هيرو. في يونيو 2018 كان في كلب جيرمان شيبرد اسمه هيرو، ده انقذ ولد عنده 10 سنين في ولايه اوريجون الولايات المتحده. تخيلوا حمام، يعني هو حمام هجوم نمر، يعني كان في نمر بيهجم على الولد وكلب هو اللي حماه، كلب جيرمان شيبرد اللي احنا بنقول ان هم من المخلوقات الشرسه. مثلا نتكلم عن زورو. في 2013 كان في كلب اكيتا اسمه زورو انقذ حياه بنوته صغننه في تركيا، ده وقف قدام ذئب، يعني كلب وقف قدام ذئب لمجرد انه يحمي صاحبته، مع انه هو لو كان بعد والذئب كان اكل صاحبته ما كانش حد هيلوم عليه. بس هم للاسف الكلاب ما يعرفوش اي حاجه في الدنيا غير ان هم يحموا اصحابهم لحد النهايه. احنا قدرنا نوضح، او على ما قدرنا ان احنا بسرعه شديده نوضح لكم ان الدراسات كلها بتقول ان السلاله مش هي ابدا السبب في عدائيه الكلاب. عدائيه الكلاب ليها امور كتيره قوي، وعلى فكره الكلب الصغير زي الكلب الكبير كلهم يقدروا يحدثوا ضرر، وكلهم ينفع يتربوا غلط، وكلهم برضه ينفع يتربوا صح، كلهم ينفع يبقوا مفيدين في المجتمع، وكلهم برضه ينفع يبقوا مش مفيدين للمجتمع. طبعا انا من رايي ان احنا بدل ما نحط قانون او يلزم سلالات معينه بعدم تربيتها او كذا، نحط قانون اكتر لضبط ضوابط التدريب في مصر، لالزام صاحب الكلب باحترام الاخرين في الشارع، ان هو يمشي بكلبه بحاجات معينه او كذا. البيان ده ملوش غير معنى واحد، ان كل الاونرز للفصائل المذكوره هيضطروا يعملوا ترخيص باسامي كلاب تانية. يعني انا بس محتاج اقول بس لحضرتك حاجه، معظم الفصائل اللي القانون كاتبها دي اصلا القانون كاتبها غلط، ده مبدئيا، ومعظم الفصائل دي ليها اسامي تانية. يعني مثال الجيرمان شيبرد انا ممكن اكتبه لك الراعي الالماني، ممكن اكتبه جيرمان، ممكن اكتبه شيبرد، ممكن اكتبه الراعي البلجيكي، ممكن اكتبه 30 حاجه. حضرتك في الكلاب الاليفه حاطين الكلب المالينوار. يا فندم الكلب المالينوار شهرته الاليجيتر، شهرته التمساح من كتر ما هو بيعض. حضرتك لو اي حد دخل على اليوتيوب وكتب بلجيوم مالينوار هيشوف جراوي صغيره قد كده بتعض. فازاي الكلب المالينوار محطوط في الكلاب الاليفه اللي هو اصلا بيحتاج من 3 ل 4 ساعات يوميا تدريب، محطوط انه ينفع يتربى في بيت وهو اصلا لا يصلح لتربيه البيوت، وفي نفس الوقت الكلب الالاسكان مالاميوت او الكلب الهاسكي محطوط في الكلاب الشرسه؟ اظن ان القانون محتاج يتعاد فيه النظر. كلمه اخيره لمعالي الوزير السيد محمد القصير وكل القائمين على البرلمان واللي بيحاولوا يعملوا القانون ده، يا جماعه ما ينفعش ابدا ان احنا نحط سلاله زي البلجيوم مالينوار في الكلاب الهاديه او الكلاب اللي مش عدائيه، ونحط كلاب زي المالاميوت وزي الجيرمان شيبرد وزي الهاسكي في الكلاب العدائيه. البلجيوم مالينوار ده اصلا شهرته الاليجيتر، هو بيحتاج من 3 ل 4 ساعات يوميا للتدريب، لا يصلح لتربيه البيوت. هو كلب مهمات من الدرجه الاولى، مش بقول برضه عليه وحش ولا بقول اي حاجه، انا كل بس اللي بقوله ان زي ما قدرنا او زي ما حاولنا نوضح في الفيديو ده ان عدائيه الكلاب ملهاش علاقه بالسلاله خالص، هي ليها علاقه بالتربيه اكتر وبالتدريب اكتر. وزي ما زي ما في كلب فاسد، هو برضه كمان في فرد فاسد. زي ما الفرد الفاسد ينفع ان احنا نقومه ونصلحه، برضه الكلب الفاسد ينفع نقومه ونصلحه، لكن مش هحكم عليه ابدا بالاعدام، مش هحكم عليه ابدا ان حد ممكن ياخده مني، الكلام ده مش سليم. واحنا زي ما بنقول لحضراتكم احنا بنحاول نوصل اكبر معلومات ممكنه، بنحاول نساعدكم في اتخاذ القرار السليم.
علشان للاسف الموضوع ده لو حصل ما اظنش الموضوع هيبقى كويس، ما اظنش في ناس هتقدر تستغنى عن كلابها حتى لو وصل لايه الامر. شكرا.